السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هجهز معاكم أكلة من سلطة النهاردة. محتاجها علف الحمام، خضار علبة اللي هي 800 جرام 850 جرام. دي خلطة أكل وبغايات، مش مهم أنا اشتريت أصلا انت بس مش مهم يعني تجيبه، بس أنا اشتريت يعني كنت شاري كده عشان أكله لهم، فقلت أحطه في الخلطة. ده 400 جرام أو 500 جرام سوداني. يفضل السوداني اللي بقشر، اللي هو بقشر كبير ده، بيبقى أوفر أرخص وأحسن ليهم. طبعا ده سوداني ني. تمام. معايا هنا لب ني نص كيلو، وهنا يا جدعان معايا شوفان. تمام. هنخلط كل الكمية دي مع بعض. دلوقتي هخلط كل الحاجات دي مع بعض. تمام. أول حاجة هحط القديم. بص دي مكونات القديم. تمام. القديم كان عبارة عن أكل بغايات من ده واكل حمام بس، اللي هو الشعير والعلف بس. تمام. انا الشعير عندي قليل، فالمرة دي هحط لهم علف بس. تمام. دلوقتي هنحط العلف، بعدين الشوفان، بعدين نحط أكل البغايات اللي أنا كنت شاريها لهم ده. زي ما انت شايفين يا جدعان، هتلاقي فيه هنا كل حاجة، يعني هتلاقي فيه شعير، وهتلاقي فيه لب، وهتلاقي فيه اللي هي حاجات مجففة، فواكه مجففة، وهتلاقي فيه فيتامينز، في كل حاجة، فحاجة جامدة ده الصراحة يعني. بعدين هنضيف السوداني زي ما انتوا شايفين كده يا جدعان. ودلوقتي هضيف اللب بس زي ما انتوا شايفين كده. بعدين هبدأ أخلط كل المكونات دي مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. خلطهم كويس في بعض، وأوريكم شكلهم النهائي بعد التخليط. طبعا يا جدعان ده شكل الأكل بتاع الهمسرات بعد التخليط. بص يا جدعان، ملاحظة، اللب اللي بستخدمه بيكون لب غير متحمص، غير محمص، وغير مجفف، وغير مملح، عشان المملح يضرهم. تمام. وكذلك سوداني غير محمص، مش متحمص ومش متملح، بس كده. يعني ما بنستخدمش اكل الهمسرات يا املاح ولا سكريات، لانها بتضرهم، ممكن بتؤدي الموت غالبا يعني. وده المنظر بتاع الاكل. ودلوقتي هعبيه وأوريك شكله بقى تعبيه. سلام. هنكمل العلبة دي كلها، والباقي نخزنه في اكياس ان شاء الله. ده يا جدعان شكل اكل الهمسرات بعد التخزين. ده هنقدمه اليوم الاول، بعدين ده هيتخزن كده لحد ما نخلص ده. تمام. كمان ملاحظة يا جدعان، دلوقتي كمية اللب وبذور الطاقة كتيرة، اللي هي اللب والسودان والحاجات دي أكتر. يفضل عشان التوفير إن احنا نزود كمية مثلا الحبوب اللي موجودة عندنا. مثلا عندنا قمح، نزود كمية القمح عن الحاجات دي، يعني نحط أضعافهم قمح، أضعاف أكتر. لو عندنا شعير أو أكل حمام، علف، نحط أضعاف. تمام. ممكن نحط علف، نحط علف حمام، ممكن نحط علف فراخ، ممكن نحط علف أي علف. تمام. بس نحط كمية أضعاف من بذور الطاقة. تمام. دي حاجة تبقى متوازنة وفيها كل الفيتامينات، حاجات اللي هم محتاجينها عشان إن شاء الله التكاثر يبقى كويس وتلاقي إنتاج كويس بعون الله. زي ما انتم شايفين يا جدعان كمية البذور الطاقة أكتر من العلف والحاجات دي، بس كده هيبقى كويس إن شاء الله وفل بعون الله. بس أنا بكلمكم عشان التوفير بس يعني. يا جدعان زي ما شايفين قدمناها لها مسرات اهو. بس يا جدعان ده كان الفيديو بتاع النهاردة، أتمنى يكون عجبكم. متنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك الفيديو وتشيروا الفيديو عشان تعمل فايدة إن شاء الله. كان معكم عبد زي ملكة عبد. يلا، سلام.